وتعديل النتيجة من مولودية الجزائر. كانت هذه لقطة رائعة وجميلة جدا، والهدف الأول والتعادل في الدقيقة 25 لفريق مولودية الجزائر بعد التوغل. حقيقة كان بن براهم هو اللي سجل هذا الهدف، بن براهم هو اللي سجل هدف التعادل بعد المحاولة التي كانت جميلة جدا من قروي لبعث هذه الكرة إلى الأمام وبالعمق. خالد قرمي رجع هذه الكرة، وفرحة كبيرة لأنصار مولودية الجزائر واللاعب بن براهم اللي سجل هدف التعادل. الهدف كان ممتاز يعني بالعمل اللي قام به قرمي خاصة، وكذلك الكرة اللي مشات من اللاعب قروي. أول تمريرة كانت دقيقة جدا، وهنايا ترجع قلنا إلى ترجع إلى كما نقولوا احنا لا كولتور تاكتيك انديفيدوال، يعني شخصي وفردي تاع اللاعب. يعرف جيدا امكانيات قرمي. شوف قرمي كذلك، شوف يعني يعرفوا هذا جاليت مش قرمي. جاليت هو اللي رجع سريع جدا، عطاك يعني كره من طبق من ذهب، يعني كما نقولوها. دار ان روتري جيد. يسجل هدف ثاني، جاليت يسجل هدف ثاني، جاليت يسجل هدف ثاني في الدقيقة 36. جاليت يسجل هدف ثاني في الدقيقة 36 بعد تماطل في دفاع شبيبة القبائل، وهدف ثاني في الدقيقة 36. فريق مولودية الجزائر وعناصر المولودية آمنوا بأنهم فريق رجع بكل قوة في هذه البطولة، وخاصة في المرحلة الثانية. وجاليت كان خطير جدا، فعلا كان خطير جدا، وسجل نقول برزانة كبيرة هدف ثاني. ادريس شوف عبد الحفيظ نفس الوقت يعتمدوا على الكرات خفة مهاجميها جاليت وكذلك قرمي وعواج، وتقل دفاع الشبيبة، وخاصة يعني كما نقولوا نوعا ما من التهور من الشباب اللي قلت من قبل انه حذاري من رد فعل المولوديه. ممكن جدا انهم يتلقاو هدف ثاني، وهذا هو الشيء اللي حدث. نظن كان من المفروض على مدرب الشبيبه انه يعاود يرجع الى البلوك ميديون ويغلق المنافذ خاصه في عمق الدفاع، وما يخليش الكرات تجي من الخلف.